ايوا البنات من بعد ما كملنا التركيز ديالنا بالنص ديال الجهه الاخرى، ها هي كملناها، هو لجهه الظهر ديال لجهه الظهر، وهذه جهه الامام، ها هي كملتهم. دابا غنلاقيهم ان شاء الله في تحت الاباط. ها هي غنوريكم كيفاش غنلاقيوهم ونهبطو هكا مع الجلابه لتحت، تنقادو هاد البلايصه وعاد نجيو جهه الكم. ها هي الكم، ونلاقيو جهه الكم حتى هو ان شاء الله. ها هي البنات، ها هي كما قلت لكم راه ما داتش ليا بزاف، انا بحال ها هي ما شاط ليا بزاف، نص سنتيم. انا غنحاول نشدهم بهاد الفنيتات هادو، قادهم كيعاونوا باش كيشدوا لك الثوب مبقاش يهرب. غنثبتو هنايا. هاهي البنات بحال هكا، ونثبت الجهه الاخرى. هي كتجي بحال هكا كما قلت لكم، راه هاد الجهه هي اللي جيت لكم، ها هي باقا ما لقيتهاش. وهنا الهبطه ديال الجلاب. هاي يلا نبداو البنات. دابا ضربنا في الثوب، ها هما ديما كنضربوا في هاد النقر ديال الثوب فين كنساليو، ونمشيو للجهه الاخرى. ها هي نمشيو للجهه الاخرى، حتى هي نضربوا في هاد العوينه هادي، كتكون عندنا هنا واحد العوينه نضربوا فيها. ها هي البنات، نجرو باش نجمعو الخدمه ديالنا. هاي كيبقى عندنا واحد الخويط صغيور كيف ما العاد. يا البنات نخشي البره هنا، نخشيها تحت الخيط، ونديرو الدائره ديالنا نفس الملاقيه اللي كنديرو في الاول، اللي كنديرو في الجلابه كلها كنبقاو عليها، راه نفسها غنديرها. هي البنات رجعوا لهاد العوينه، ها هي نضربوا فيها نجمعو. ها هي البنات نجرو، نحاولوا نزيرو كيف ما كنقول لكم ديما، كتحكموا في الخدمه ديالكم نتوما. ملي كتعاودوا تصيروا الا رخيتوا راه كطرحه معكم الخدمه، الا زيرتوا راه كتبقى الخدمه عندكم غادا هي هاديك. انا نضرب في هاد العوينه هادي، نحاول نجبدها كلها. ها هي نخرج البرا تحت الخيط وكتكون عندنا الدائر. نمشيو للجهه الاخرى نضربو في الثوب. هاد البلاصه راه كتكون شويه صعيبه، كتقادوها صافي كتكون غادا، كتكون مسرح معكم الخدمه. تفوتوا هاد البلايص فين كتكون كتشاركوا الرانده مع اختها، كتكون شويه صعيبه. كنضربوا في هاد القنيط ديال الثوب، ها هو غتفوتوها ان شاء الله. صافي كتسرح معكم الخدمه وكتمشيو عادي. نضربوا في العونه للوسط كما قلت لكم، راه الملاقيه بحال اللي لقينا بها الكتاف والكمام وكلشي غنلاقيو بها الجلابه كلها. كتعطي واحد المنظر الجلابه زوين. وكاين عده ديال الملاقيات، كل وحده شنو كيعجبها كديروا. اكثريه الناس كيخدموا بهذه الملاقيه هذه. كاينه ديال الصيرو حتى هي دغيا كتخدم، كتجمعي بها الجليليبه ديالك ولا قفطان، ساعه كتخدم. هذيك كاع ديال الصيرو مزيانه، ولكن هذه كتعطي واحد المنظر احسن من هذيك ديال الصير. حتى هي زوينه ما نقولوش خايبه، ولكن هذه كتعطي منظر احسن من الاخر، كتبانش بزاف هذيك ديال الصيرو. اللي كيبغي يشارك بها الجلابه صافي. هاي البنات كنتمنى تكون واضحه لكم. ان شاء الله غنشارك معكم هاد الجلابه كلها من البدايه ديالها ان شاء الله تنلاقيها كامله. واخا غيجيكم الفيديو طويل غنشاركها معكم كلها ان شاء الله باش تستافدوا منه، تشوفوا مرحله بمرحله
اللي بغات تخدم شي جليليبه ولا شي قفطان راه بحال بحال تفرجها في الفيديو تتبع ان شاء الله وغتخدم. حتى حاجه ما صعيبه، كلشي سهل. كتبغي شويه ديال الخاطر وتبغي شويه الرغبه، تكوني باغيه نتيا تخدمي الراندا وغتخدميها ان شاء الله. هاي البنات كنتمنى تكون واضحه لكم. هيا نمشي معكم دقه دقه. ضرب في الجهه الاخرى. قربت نكملها ان شاء الله. لقيت كاع الكتاف والكمام، بقى لي هاد الكم ان شاء الله انا نلاقي معكم حتى هو. هاد البلايص كما قلت لكم فين كتشاركوا الراندا، هاد البلايص هادو وهي اللي كتكون شويه صعيبه، تحاولوا معاها دقه دقه وشويه بشويه باش تجيكم الخدمه هي مزوينه. تحاولوا تضربوا بشويه في الثوب وتضربوا في العوينه الاخرى اللي كتديروا في الاخر في التركيز من هنا ولا من هنا باش تجيكم مقاده. كتبغي شويه الخاطر كما قلت لكم، راه تفوتوا هذيك البلاصه فين كتشاركوها، فين كتشاركوا الراندا مع بعضياتهم، صافي كتسرح معاك الخدمه كتولي عادي. ها هي البنات. هي كتجي الملاقيه بحال هكا، هي كتشوفوها كتجي رقيقه وزوينه، عويناتها باينين وزوينين. ها هي وما مرخيه ما والو، كتجي بحال هكا. غادي نضربو في الثوب ونضربو هنا ونجرجر فوق، ونحاولوا ديما نعاونوا بهذا الصبع هذا باش كنزيروا الراندا ديالنا بهذا، باش كتجينا الراندا مزيره. بالنسبه لي انا دابا راه سالا ليا الخيط. ها هي غنوريكم كيفاش كنديروا ندفنوه في الثوب. ها هي كتمشي لهاد البلايصه هادي كتخشي كدي مع الجنب ديال البلاصه اللي ها هي اللي درتي لها لوغلي، ها هي كتدخليها واحد المسافه صافي وتخرجي البرا الجهه الاخرى، كتجري معاك الخيط. ها هو مشى حتى هو مع الدفن لينا في الثوب صافي مبقاش كيبان. كتخدمي عليه واحد المسافه ديال 2 سنتيم بحال هكا صافي وتقطعيها، مبقاش يتحل معاك ما والو. يلا خليكم معايا انا نقلب الثوب ان شاء الله نوريكم الجهه ديال الكمسه هي وانا معكم. يلا انا البنات راه قلبت معكم الخدمه. ها هي خليت هاد البلايصه هادي اللي كانت هابطه بها بالجلابه حتى لتحت راه باقا ما كملتهاش، قلت نوريكم هاد الجهه حتى هي. ملي غنكمل هاد الجهه ان شاء الله نرجع نكمل هنا حتى هو نوريكم كيفاش تلاقيو هاد البلاصه حتى هي. راه هي جهه لكم. ها هو البنات لكم. ها هو ملي كتبداو تخدموا كتهزوا هاد البلاصه ديالكم لتحت. ها هي وهادي وكتلاقي مع بعضياتهم كتجبديه باش كتشوفوا واش العبار عندك هو هذاك ولا لا. ها هو انا راه خرج عندي العبار هو هذاك. ها هي البنات دابا غنحاول نحطو نشدو بالفنيتات ونخدمو ان شاء الله. كما قلت لكم ملي تخدموا ديما خدموا واحد المسافه قليله، جيت 5 سنتيم بحال هكاك، وعاودوا قيسوا الطرف مع الطرف الاخر باش تشوفوا واش العبار هو هذاك ولا لا، باش تشوفوا تدفوا فين عندكم باش تعتقوا الموقف في الاول. اذا كتعرفوا شحال كتعرفوا الجهه اللي كليتو منها بزاف ولا تضربوا فيها شويه، والجهه الاخرى اللي عندكم كبيره ولا تضربوا فيها الدقه بعيده شويه. ها هي البنات انا غنشد بالفنيته. ها هي كنحاول ندير الفنيته هنا في الراندا باش الثوم ما يتشنتفش ليا. هاي البنات ايوا نتمنى نديروا الخيط في البرا ان شاء الله نكمل معاكم.
انا البنات رانا ركبته، ما قلت لكم الخيط راه مبروم على 3، واخا مبروم على 3 انت كتشوفوا الرانده ديالو كي دايره، راه كتبان رقيقه. ها هي خاصها تعرفوا كيفاش تخدموا. كاين اللي كيخدم على 2، انا كنخدم صراحه على 3، وكتجي الخدمه رقيقه واخا كنخدم على 3. يعني كتحاولوا تشدوا بحال هكا، كتخشيو هاد الصباع هذا كتخشيوه لتحت، كتشدوا في هاد البلاصه بحال هكا، كتضربوا في النقر ديال الثوم في الاخر فين كملتي الرانده. كيف ما كنقول لكم ديما كتضربوا في هذا، كتثبتي فيه الخيط ديالنا، كتخشي الابره في هاد العوينه هذه باش كنثبتوا الخيط في الثوب. ها نصاوب هاد الفنيته راه تحلت. ها هي البنات، ونمشيو لهاد العوينه اللي بقات عندنا في الرانده هنايا. هاي كتكون العوينه الوسط غرزه، كنخشيو فيها البره، نخرجوا البره تحت الخيط، وهي عندنا الدائره. صافي وكنجرو هي، وكيتكون عندنا داك الخويط. ها دابا فين غنوليو نضربو في الجهه الاخرى. هي ونجر البنات، نضربو في هاد العوينه هادي صافي وكنجر. لا بغيتو التفاصيل ديال هاد الملاقيه مزيان، راه كتكون عندي الفيديو في القناه اللي دايره فيه هاد الملاقيه بوحدها، الشرح ديالها واضح. لا بحال الا زربت عليكم في هاد الفيديو هذا ما فهمتوش الطريقه كيفاش كنخدم، رجعوا لداك الفيديو السابق راه فيه الملاقيه، تفرجوا فيه ان شاء الله وغتفهموا. هيا البنات نضربوا في هاد العوينه هذه ديما كيف ما قلت لكم، تحاولوا تزيروا بهذا الصباع هذا، هاد الصباع كتحاولوا تزيروا ديما بحال هكا. ايوا هذه هي الملاقيه ديالنا البنات، وهذا هو المراحل ديال القفطان ولا ديال الجلابه. ولا كتبغيو كتلاقيو الكتاف، وتلاقيو الكمام ديالنا وتحت الاباط، وتلاقيو التحت ديال الجلابه حتى لتحت الجناب ديال الجلابه. ايوا صافي وانت ساليتي الملاقيه ديالك. والقب حتى هو ما نساوش. وهذا هما المراحل اللي كيكونوا في الملاقيه الدريات. نتمنى يكون شرحت لكم مزيان. هنا نبقى خدامه معكم. ها هي كتخشي البرا في هاد العوينه، كتخرجيها في تحت الخيط، وها هي عندنا الدائره وتجر. نضربو في الثوب. بالنسبه للثوب حاولوا تضربوا ديما نفس الضربه باش يجيكم الثوب ما يجيكمش مشكرف. متبعدوش الضربه ولا تضربوا في الثوب تبعدوا ديريها كبيره بحال هكا تجيو هنا. ديما تضربوا شوي، تبقى لكم شويه النقر ديال الثوب وضربوا، مضربوش بعيد. والدقات حتى هما ملي كيكونوا حدا بعضياتهم ما يكونوش بعاد. الا كنتي تضربي في الجهه كتبعدي الدقات والجهه كتقربي الدقات، كيتشكل عندكم الثوب وكتجيكم جهه كبيره وجهه صغيره. ديما نفس المسافه اللي كنخليها بين هاد الدقه وهاد الدقه يبقاو هما هادوك. حاولوا نركزوا عليهم بالنسبه للمبتدئات باش كتجيكم الرانده مقاده. يا البنات كما كتلاحظوا عندي انا راه كندير نفس الدقه. ها هما اللي بين هادي وهادي وهادي بحال وما ناكلش في الثوب بزاف. ها هي الناس غتدربوا عليها تولي البرا ديريكت كتمشي للبلاصه اللي مولفين كتخدموا فيها. خاصكم تدربوا عليها كما قلت لكم. ديما ديروا واحد الطريف ديال الثوب وتلاقيو فيه وتحلوا وتلاقيو وتحلوا ان شاء الله تتعلموا ليها توليو يتقادوا عندكم ضربات، تتعرفي راسك صافي تثبتيهم.
الساعة فصلي لك شي قفيطين ولا لبنتك شي درية صغيرة وتعلمي فيه. منصحكش تبداي بشي واحد كبير، بداي بشي قفيطين صغير ديال شي بنية صغيرة باش تغلبي عليه ويجيك ساهل وتعلمي فيه حتى الا. هذه هي البنات الملاقيه ديالنا من بعد ما كملناها. ها هي وريتكم هاد تحت التركيز، ها هي بعد ما درناها ودرنا هاد الجهه حتى هي ما هي البلاصات اللي تحت التركيز، ها هي تحت الاباط. هو هذا، ها هو الكم ديالنا من بعد ما كملناه. ها هو البنات بعد ما كملناه، هذه هي الملاقيه ديالنا. وهذه الهبطه ديال الجلابه حتى هي راه كملتها. هي البنات نتمنى تكون تعجبكم ونكون شرحت لكم الفيديو مزيان. فرجة ممتعة البنات. وهذا هو الجزء الثالث البنات في الجلابة. كنتمنى يكون عجبكم ان شاء الله، وتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله. الجزء الرابع ان شاء الله غندير معكم كيفاش نركبوا القب ان شاء الله.